بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير يا حبايبي. هعمل معاكم النهارده فراخ بلدي اهوت زي ما انتم شايفين، فراخ بلدي جمال، وهعمل رز ابيض وبطاطس بصلصه. ده الفيديو بتاعي النهارده، يا ريت يعجبكم. وبرده رز ابيض اهوت، وده الشوربه، وحطيت برده ليمون مخلل. اول حاجه الفرخ دبحته من على السطح وسبته بقى منقوع شويه، جه نص ساعه كده في المحلول ده، ملح وخل وليمون. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما دبحته من على السطح نقعته بملح وخل وليمون، وسبته منقوع شويه وملح برضو. سبته منقوع شويه كده في المحلول اللي معايا ده لحد ما عشان الزفاره تطلع منه، وشويه دقيق برضو دعكته بهم ونقعتهم بهم، ملح وخل وليمون ودقيق و... وليمون، ونقعتهم شوية، سبته بقى منقوع. وبعد كده بقى شطفته من الحاجات ديت، من المية ديت، شطفته تاني تحت الحنفية بمية نظيفة. بعد ما سبته منقوع بقى شوية، يجي ساعة كده أو حاجة، أو نص ساعة زي ما انت عايزة يعني. كل ما تنقعي كتير بقى بيشيل الزفرة اللي فيه. بعد كده ولعت عليه اهوت، حطيت فص توم بشوية زيت ولوحت ولوحت الفرخ بالفص توم وشوية زيت كده بسيطين. وبعد كده بقى نزلت عليه بالمية اللي انا هحطها عليه. حطيت عليه المية وحطيت بصلة وطماطمية زي ما انتم شايفين كده اهوت. حطيت بصلتين كمان مش بصلة واحدة. وسبته بقى ايه على البوتاجاز، وحطيت البهارات بتاعتي. حطيت فلفل اسمر وحبهان ومستكة وورق لوري. زي ما انتوا عارفين بقى اللي بتحط على الفراخ، البهارات اللي بتحط على الفراخ، بهارات الفراخ، فلفل اسمر وورق لوري وحبهان ومستكة. وبرده كان عندي بقى صلصة، عملت فصين توم برده وبصلة، وحمرتهم كده في شوية زيت. وبعدين نزلت عليهم بالصلصة اللي عندي، كانت صلصة عاملاها يعني، كانت عندي في الفريزر. وقطعت بقى البطاطس مكعبات بسيط صغيرة، ونزلت عليها بقى على الصلصة، وحطيت بهاراتي، فلفل اسمر وملح وكمون. وسبت بقى البطاطس على البوتاجاز تستوى. بعد ما استوت بقى جبت الطاسه دي اللي انتوا شايفينها، دي طاسه تيفال، ما هي السمرة ولا حاجه يا حبايبي، دي طاسه تيفال اهيت، عشان متقولوش ليها يعني سمرة او حاجه او وسخه او حاجه. لا، هي طاسه تيفال، هي اصلا سمرة، الطاسه دي سمرة اصلا، ما هيش لونها مسود ولا حاجه، هي اصلا سمرة لانها تيفال. هحمر فيها بقى الفرخ، انا ملوحاه بس برضو ايه هحمره عشان ما يبقاش لونه ابيض واحنا بناكله كده. احمره بقى في الزيت. نشيلته بقى من الشوربه. احطه بقى بعد ما الزيت اتقدح معايا. بعد ما الزيت اتقدح معايا حطيت الفرخ اهوت بالشكل ده اهوت. احمره بقى معاكم. دي فراخ بلدي كنت مربياها وكده عندنا عند والدتي. عجبكم بقى الفيديو النهارده، وعجبكم النهارده الغدا بتاعنا النهارده، وعجبكم طريقتي في طبخ الفراخ النهارده، يا ريت ما تنسوناش بقى باللايكات يا حبايبي. اهم حاجه اللايكات لان هي اللي بترفع الفيديو. عجبكم طريقتي النهارده في طبيخ الفراخ، يا ريت ما تنسوناش باللايكات وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديو الجديد اللي انا بعمله. وده كان الغدا بتاعنا النهارده، الفرخ البلدي اهوت، وده الرز الابيض وبطاطس بصلصه، وده الشوربه. وحطيت برضو ليمون مخلل كنت عاملاه اهوت، او ليمون برضو اخضر. عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.